اليوم الثالث من التمارين، يوم الرجلين بارت 1. في تمرين الهاك سكوات انا مش محتاج رجلي تطلع فوق او تنزل تحت، انا محتاجها تبقى في المنتصف علشان ده يكون في سلامة اكبر على ركبتي. هبدأ ارفع الوزن وانزل بنفس الشكل والطريقة. انا هنا بنزل للاخر، بس انت في البداية مش هتقدر تنزل للاخر، ولو قدرت يكون افضل، لكن انت ممكن تنزل لحد زاوية 90 وترجع تاني، وده هيكون كويس جدا. المهم ان انا ما اطلعش لفوق او انزل لتحت، لان ده هيأثر على ركبتي بالسلب وهيبقى صعب عليا في البداية جدا. في تمرين الرجل الخلفية على الجهاز، انا كل اللي انا محتاجه ان انا اخلي مشط رجليا يكون قدام بالشكل ده وانا بلعب التمرين، وده بالظبط زي تمرينة الباي. انا بسكويز فوق، بعمل ضغط على العضلة فوق، وانا نازل بحاول اعمل استرتش بشكل كبير، وهو ده اللي بيفيد العضلة. احاول اركز في الحركة وما تبقاش بسرعة، احاول اخلي حركتي السلبية تكون بطيئة علشان ده المفيد بالنسبة لي. مقدمة مشط الرجل بتبقى محطوطة بالشكل ده كده، ابدأ اخد وضعيتي السليمة، اظبط الدكة بتاعتي، ارفع الوزن، وابدأ اخلي حركتي برضو تكون بطيئة وفيها تركيز على عضلة السمانة، ما تبقاش بسرعة. يعني بلاش اعمل الحركة هنا بسرعة، اخليها ببطء، احاول وانا فوق اضغط على العضلة وانا تحت احس بالاسترتش بتاعي. وضعية الاسكوات انا لازم احس ان انا بقعد على كرسي ورايا وانا بعمل الدمبلين. لقيت الدمبلين فيهم صعوبة، ممكن العب بدمبل واحد عادي خالص مفيش مشكلة. لقيت برضو ان دمبل واحد وانا بلعبه كعب رجلي بيترفع، ممكن اجيب طرتين صغيرين احطهم تحت كعب رجليا وابدأ العب برضو عادي مفيش مشكلة. تمرين الطعن بوزن، ممكن في البداية تحس ان انت ما عندكش توازن، فانت ممكن تلعب من غير وزن عادي لحد ما تعتاد على التمرين، وبعد كده تبدأ تدخل الوزن بتاعك. بننزل نفس النزلة وبنطلع بنفس الشكل. مهم جدا في تمرين الليج اكستنشن ان انا اخلي خلفية الركبة بتاعتي ساندة بالظبط على الكرسي، ما تبقاش بعيدة، وابدأ العب ونفس التعليمات بتاعت الخلفية، مشط رجليا يكون قدام حاضن الجهاز بالشكل ده، وابدأ العب وافرد ركبتي ما تتفردش للاخر، برضو بأثر كده على الاماميات ومفيش اي مشكلة عندي. اهم حاجة عندي ان انا ركبتي خلفيتها تبقى ساندة على الكرسي بالظبط كده. ابدأ العب وانا مركز، احاول اخلي حركتي متحكمة في الجهاز، متحكمة في الوزن وانا طالع وانا نازل، وهو ده المهم.